كل سنة وانتم طيبين. طبعا العيد مش كشري وكحك وغريبة وبسكوت، لا العيد كمان سمك وفسيخ ورنجة. وعادة الناس في العيد بيحتفلوا وبيتجمعوا وبياكلوا السمك والفسيخ والرنجة والملوحة. وده ليه؟ علشان برضو الوعي الجمعي اللي دايما بتكلم عنه، الوعي الجمعي اللي لسه القبط المسلمين محتفظين بيه جواهم، هو ده اللي بيخليهم ما بياكلوش الأسماك خلال الصيام. وبيلاقوا لها حاجات كتير، زي مثلا ان بيعطش، بيشرق، مش عارفة ايه. بس هو في الحقيقة ان ده بيرجع لزمن القرون الأولى من دخول المسيحية مصر. فخلال الفترة دي كان لسه المصريين بيحتفلوا بشم النسيم في شهر برمهات، اللي هو بيوافق يوم 12 برمهات. وكمان كان حصلت شوية مشاكل ما بين القبط اللي اعتنقوا الإيمان التوحيدي المسيحي والقبط اللي لسه كانوا على العقيدة المصرية القديمة. وعلشان ده ما يتكررش وتحصل الأحداث المأساوية اللي حصلت في مصر خلال الفترات الأولى من دخول المسيحية، فاتفق آباء الكنيسة والآباء من الكهنة في العقيدة المصرية القديمة والحكماء من أجدادنا إن يبقى في يوم حاجة كده زي يوم وطني. واتفقوا إن اليوم الوطني ده يبقى هو شم النسيم. ولأن القبط المسيحيين ما بيقدروش ياكلوا السمك خلال فترة الصيام الكبير واللي بيتخللها شم النسيم في شهر برمهات، فالحكماء في مصر القديمة قرروا إن نرحل شم النسيم لبعد الصيام الكبير، ويبقى في برمودا بدل برمهات، علشان القبط المسيحيين واللي كانوا بيصوموا عن أكل الأسماك يقدروا ياكلوا في يوم شم النسيم ده السمك والملوحة والفسيخ مع القبط اللي كانوا لسه معتنقين العقيدة المصرية القديمة. وهو بالمرة يبقى يوم وطني لكل القبط اللي كانوا معتنقين الإيمان المسيحي واللي كانوا لسه على إيمانهم العقائدي القديم. طبعا بسبب الوعي الجمعي استقر في وعي القبط المسلمين دلوقتي نفس الفكر القديم بتاع ان احنا ما ينفعش ناكل سمك خلال الصيام، واللي هو كان في الاصل الصيام الكبير. وعلشان الوعي الجمعي ده كتير جدا من المصريين ما بياكلوش السمك خلال صيام رمضان، بيأجلوا اكله لفترة العيد، فبيعملوا عزومات بقى السمك والملوحة والسردين والفسيخ والرنجة طبعا. وبس هو ده احنا ليه بناكل فسيخ ورنجة في العيد. كل سنة وانتم طيبين. كان معاكم داليا سعد الدين، مع السلامة.